السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس عبد العزيز السليماوي، ودي قناة مؤسسة سلام للمياه والأسمدة الزراعية. كلامنا النهاردة عن أهم رية في عمر البطاطس، وهي رية المحاياة، يعني أول رية بعد رية التجريع على طول. البطاطس طبعا بتكون في عمر من 20 ل25 يوم تقريبا. الرية ديت يا جماعة هي اللي بتحدد مصير الزرع، يا تعمل جدر حديد يكمل معاك، يا تخنق الزرع وتعطله. اهلا بيكو مرة تانية. عايز جدر البطاطس يملى الارض ويشيل معاك محصول لاخر الموسم؟ يبقى سيبك من الشغل التقليدي في رية المحاياة. النهاردة مش بس هقولك تسمد ايه، انا هقولك على كمان تركاية اللي بتوع المزارع الكبيرة بيعملوها عشان يخلوا الجدر يضرب في الارض زي الحديد، وكمان الري هيبقى بالغمر. قبل ما تفكر في التسميد لازم تبص على عدوك اللي تحت الارض اللي هو الفحار. ومع راية المحاياة لازم تكون مجهز الطعم السام بتاعك. هدي 25 كيلو شيشة اللي هو بيبقى الذرة المجروش، وتحط عليهم كيلو فوسفيت زنك، او لو اكياس صغيرة من دي بتحط 5 اكياس او 4 اكياس للفدان. ومعاهم 2 كيلو عسل اسود عشان الريحة تجذب الفحار. الخلطة ديت لازم تتقلب وتتساب تتخمر من الصبح للمغرب عشان ريحتها تطلع والفحار يجري عليها وياكلها ويموت قبل ما يوصل للجدر بتاع النبات. بتبدرها سرسبة على وش الخطوط أو حوالين المصارف. مبدئيا التسميد الأرضي زي ما احنا عارفين 3 شكاير نترات للفدان، بدير عشان النترات سريعة في البرد. وفي سمادة على راس الحوال هنحط 8 لتر حمض فوسفوريك، هو ده الوقود اللي بيدي طاقة للنبات. اسمع من التركات الفنية ديت بقى، وهو انت بدل ما تحط هيومك وتستنى يشتغل بالراحة هنلعبها صح. ونحط في السمادة 150 جرام أندول مع 1 كيلو فولفيك أسيد. الخلطة ديت بتخلي الأندول اللي هو أصلا هرمون التجذير رقم 1 بيدي أمر مباشر للجدر إنه يطلع شعيرات جذرية جديدة فورا. والفولفيك بقى هو ده التاكسي السريع اللي بياخد الأندول والفوسفور ويدخلهم قلب الجذور في ثواني. الميكس ده يا جماعة بيخلي الجدر يطلع، بصوا، يتفجر كده، يطلع جذور من كل حتة. جرب خلطة الأندول ديت في الغمر واحفر على الجدر بعد 5 أيام وشوف النتيجة بنفسك. الأرض بتدي اللي بيخدمها صح. لو عايز تعرف تركيزات الرش الورقي للتحجيم قدام اكتب لي في التعليقات. وأنا المهندس عبد العزيز دايما في ظهر المزارع الشاطر. ومع السلامة.